بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم رحاب صلاح. النهارده بقى هنعمل حاجه حلوه وبسيطه جدا ومش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. معايا هنا كوبايه سكر. الكوبايه دي تقريبا 200 جرام. خلي الكوبايه اللي هتستعمليها تكون واحده عشان مقاديرك تطلع مظبوطه. انا حطيت كوبايه سكر كده على نار هاديه، وربع كوبايه ميه. بس ما تقلبيش، هتسيبيهم كده لحد ما السكر بتاعك يدوب خالص. انا اللي في النص ده داب، فهحط معلقه عسل ابيض او معلقه عسل كلوكوز المتاح عندك. انا ما بقلبش، انا بس بنزل العسل من المعلقه. هو لو انتم ملاحظين في النص السكر دايب. بصوا كده بدأ يغلي معايا وداب خالص، بس لسه ما خدتش اللون الذهبي اللي انا عايزاه. هقلبه كده لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي. كل ده على نار هاديه. خد معايا اللون اهو. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واللايكات عشان يوصل لكم كل جديد، عشان نوصل بيكم بإذن الله. معايا هنا بقى كوباية الا ربع زبدة، يا زبدة يا سمنة بلدي. تمام. نزلت بيها كده هتحسي ان القوام بدأ يكتل شوية. في التوقيت ده انا طفيت النار، يعني انا طفيت النار وحطيت الزبدة بتاعتي. ما تخليش النار قايدة، تطفي النار على طول. يعني حطي الزبدة واطفي النار. بصوا القوام بتاعي اتكتل كده عادي. انا كده ضفت كمان كوبايه الا ربع لبن، هي بس ما اتصورتش. كوبايه الا ربع، قد السمنه بالظبط، قد الزبده اللي انا حاطه كوبايه الا ربع زبده، حطيت قدهم لبن. انا كده بس بدوب فيه شويه. كده كده انا هضربه بالهاند بلندر، لان هو كده كده التكتلات دي ما تضربيها هتروح كلها. اهو هضربه بالهاند بلندر، او تستني لما يبرد وضربيه في الخلاط. انا عشان بضربه بالهاند بلندر بضربه وهو سخن، يا تستني يبرد خالص وتضربيه في الخلاط. بصي بقى مش هيبقى فيه اي تكتلات خلاص. انا بقى كده هسيبه يبرد خالص وبعد كده استخدمه. بصوا بوريكم ان هو مفيش تكتلات خالص. قوام سايل تقيل شويه، وزي ما انتوا شايفين كده حلو. انا بس بقلبه كده عشان يبرد معايا. انا كل شويه كنت باجي اقلبه عشان يبرد معايا. هنا بقى ده دقيق سميد، دول نص كيلو. نص كيلو دقيق سميد، عليهم كيسين فانيليا. تمام. ومعلقتين اتنين جوز هند. بس كده. شفتوا المكونات بتاعتنا سهلة ازاي؟ هقلبهم بالمنظر ده. مش هضيف حاجة، ولا هضيف بيكنج باودر، ولا هضيف حاجة. انا ضفت فانيليا ومعلقتين جوز الهند. مش حابة جوز هند ما تحطيش. القوام بتاعي كده برد، سبته لحد ما برد خالص. يعني بقى زي دمعة العين كده، ده في سن. وهنزل بالخليط ده على الدقيق السميد بتاعي بالمنظر ده كده، وهقلبه كويس. بس مش هعجنها، انا هقلب لحد ما يعني الدقيق ده كله يتغلف بالخليط اللي انا حطاه بالمنظر ده كده. قلبت كويس، اختلط لحد ما يختلط. ما تقلبيش كتير، وفي نفس الوقت هي ما بتتعجنش. عرفتوا بقى انا بعمل ايه؟ انا بعمل بسبوسه. بس بجد اللي ما عملهاش بالطريقه دي فايته كتير. انا عملتها برضو معاكم قبل كده بنفس الطريقه ونفس المكونات، لان انا بجد معتمداها. معايا صينيه هنا مقاس 28. هنزل بخليط البسبوسه كده فيها. بصوا القوام، خلوا بالكم ان القوام تقيل ازاي، مش خفيف. بس انا بلى ايدي ميه، وهبدا افردها بايدي عشان ما تلزقش في ايديا. هي الصينيه دي مظبوطه جدا للبسبوسه بتاعتي. طبعا هكون قايده الفرن على درجه حراره 180. الفرن يكون سخن قوي وهدخلها.
بس كده. هنعمل بقى المرحلة التانية، الشربات. كوباية ونص سكر، عليهم كوبايتين مية. انا عايزة شربات خفيف، البسبوسة بتحتاج شربات خفيف. انا هعصر ليمونة وهنزل بكيسين فانيليا واحطهم على نار هادية لحد السكر يدوب. هتحطي الليمونة مفيش 10 دقايق واطفي. ايوه، هو كله مش بياخد 10 دقايق. قوام زي ما انت شايفاه خفيف كده. هي طالعة معايا سخنة والشربات كمان بتاعي كان دافي. هسقي بكمية الشربات كلها. انا عايزة اقول لكم ان هي هتشوفوا الشربات على وشها، بس هي هتشرب الشربات ده كله لانها بتبقى طالعة عطشانة. فهتشرب كمية الشربات بتاعتي دي كلها. في نفس الوقت هيبقى شربات مظبوط، مش مسكر قوي، سكره معقول. بصوا شايفين الشربات كميته قد ايه؟ هي دلوقتي هتشرب ده كله، بس لما تهدى وتبرد. لازم تهدى وتبرد عشان تشرب الشربات ده كله. يعني على اقل واجب تسيبيها ساعة، ساعة ونص، هتلاقيها شربت الشربات. هوريها لكم دلوقتي بعد ما شربت الشربات بتاعها كله. والكمية دي مظبوطة، امشي بالمقادير هتطلع معاكي البسبوسة مظبوطة. بصوا بقى بعد ساعة ونص، بصوا مش مشققة ولا فيها اي حاجة. هبدأ بقى كده اقطعها. سهلة جدا. واللي فيه ناس متعقدة شوية من البسبوسة، دي افضل طريقة ليكم. سهلة وبسيطة وسريعة ومش بتاخد وقت خالص. كل سنة وحضراتكم طيبين. بس كده هقطعها. هي مش هتسيبيها غير ساعة، ساعة ونص تشرب الشربات زي ما انت شايفة كده. وهطلع لك واحدة اوريكي مفيش شربات في الصينية من تحت. هي شربت كل الشربات وطالعة متماسكة ازاي. بصوا مفيش شربات تحت خالص. بصوا بقى ترملتها مرملة وجميلة وطرية، مش ناشفة. وبجد طعمها حلو والسكر بتاعها مظبوط زي ما انتوا شايفين. الطبق مفيهوش شربات زيادة لانها شربت الشربات كله. بجد تحفة. واللي ما جربهاش كده بجد يجربها. جميلة جدا واحلى من طرق تانية كتير. دي الطريقة اللي انا بعمل بيها على طول. بصوا بقى شكلها، ماسكة القطعة، ماسكة نفسها ازاي، ولونها من جوه زي من بره ازاي. ده طبعا بسبب السكر المتكرمل معانا، خدت لون حلو. يا رب تنال اعجابكم. ولو عجبتكم ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس واللايكات عشان يوصل لكم كل جديد، عشان نوصل بيكم بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. مع السلامة.